السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ تلبية لاخواتنا اللي بيسألوا عن طريقة التقديم. وكلنا الموقع الجديد بتاع البنك الاهلي التقديم عليه شايفين فيه بعض الصعوبة، فانا هشرح لكم بالجاز كده ازاي نقدم. اول حاجة طبعا احنا بنختار حديث تخرج، بيفتح معانا الصفحة دي. بنيجي فوق خالص كده عندنا في كلمة ساين ان، بندوس عليها. طبعا بنختار اي اكسبت، بعد كده بندوس نيو يوزر، تمام، مستخدم جديد. بنكتب يوزر نيم وبعد كده باسورد. نراعي اليوزر نيم بتاعنا لازم يبقى اول حرف فيه كابيتال، ويبقى مثلا مكون من حروف وارقام. الباسورد برضو يبقى اول حرف كابيتال ومكون من حروف وارقام وعلامات. بعد كده بعيد الباسورد، بعد كده بكتب الايميل بتاعي وليكن احمد 34@gmail.com مثلا. وبعد كده بعيده، بعد كده بدوس كلمة ريجستير. طبعا انا عامل حساب فهدخل على طول، هدوس هنا كنسل. بعد كده بروح انا هدخل كده مثلا. اول ما بدخل بيفتح معايا الصفحة دي تاني بمجرد ما بعمل حساب واكتب بيانات. يا شباب خلي بالكم، انتوا لما بتيجي تعمل حساب بيطلب منك ان انت تملى بيانات، فانت بتفتكر ان انت قدمت. لا، انت ما قدمتش، انت كملت بيانات الحساب بتاعك على الموقع. تمام. اول ما بيفتح معايا الصفحه دي في كلمه اكسس ماي بروفايل اهي موجوده عندي. اول ما بدوس عليها كده طبعا هيفتح لي صفحه مكتوب فيها يا شباب، افتح لي صفحه مكتوب فيها مكتوب فيها اي وونت ابلود سي في ولا دونت ابلود سي في. انت الحر، بتدوس اي ابلود عشان السي في بتاعك اتاخد منه بعض بيانات على طول، فبتدوس اي ابلود سي في. انا مش هيفتح عندي لان انا مسجل قبل كده. اي ابلود سي في، واروح دايس عليها واروح داخل على على الملفات، اختيار ملف، وبروح رافع السي في وبدوس سيف اند كونتينيو. بيروح مدخلنا على البيرسونال انفورميشن. ببدأ املى في البيرسونال انفورميشن اهي. البيرسونال انفورميشن ببدأ املى فيها بالطريقة دي. المشكلة الوحيدة اللي هتقابلني في البيرسونال انفورميشن اللي هي الرقم القومي. بعد كده الرقم القومي هقسمه اول 7 ارقام في الخانة الاولى واخر 7 ارقام اللي بعدهم في الخانة التانية وبس كده. بعد كده اكمل باقي البيانات ان انا عندي اقارب في البنك ولا لا، وبدوس سيف اند كونتينيو. بعد كده بروح كاتب الاديوكيشن بتاعي، التعليم بتاعي، تمام، بالطريقة دي طبعا. بعد كده بروح دايس سيف اند كونتينيو، تمام. وطبعا بكتب تاريخ البداية والنهاية بتاع التعليم بتاعي، تمام. بعد كده ببدأ اكتب في الامبلويمنت هيستوري او التاريخ الوظيفي بتاعي، الكورسز الاسف اللي هي التريننج اللي انا اتدربته في بنوك او شركات بترول، او الخبرات اللي انا فعلا شغال فيها حاليا. بعد كده بدوس سيف اند كونتينيو. بدخلنا على حاجه اسمها البرفورمانس. البرفورمانس دي اهم حاجه لازم نركز فيها، لان زي ما انتم شايفين كده تمام احنا بنرتبهم مثلا الفروع، الشؤون الاداريه، اعمال الفروع. احنا بنضيف اللي احنا عايزينه على فكره يا شباب، تمام. بس يعني يفضل يعني ان احنا ما نكترش كتير قوي، تمام. يعني كويس 3 مثلا. بعد كده سيف اند كونتينيو، تمام. ببدأ هنا بقى الفروع اللي انا حابب اشتغل فيها، تمام. انا طبعا ضايف فروع المنيا وفروع في القاهرة لان انا مثلا عندي اكتر من اقامة، فبالتالي عادي، تمام. فهبدأ احذف كده مثلا واروح دايس هنا كده سيلكت، تمام، شمال الصعيد، واروح مختار مثلا المحافظة بتاعة المنيا، واروح مختار مثلا فرع المنيا وادوس سيف اند كونتينيو. كده انا ضفت الفرع ده. وبعد كده بدوس سيف اند كونتينيو، هيجيب لي هنا فايل اتاتشمنت الملفات اللي انا هضيفها. بدوس اختيار ملف، تمام. هيفتح لي كده، بروح دايس بختار الملف من هنا، تمام. بروح مثلا وليكن شهادة التخرج، وباجي كاتب هنا شهادة تخرج، وبدوس اتاتش. طبعا انا مش هعملها لان انا عاملها اصلا، تمام، يعني انا ضايفها. وبروح دايس اتاتش. ونلاحظ يا شباب وانا برفع ان حجم الملفات ما يزيدش عن 2 ميجا. بعد كده بدوس سيف اند كونتينيو. بيروح مرجعني بقى ريفيو اند سبميت. ببدأ اراجع بياناتي كلها هل هي صحيحة ولا لا. وبعد كده بروح دايس سبميت، تمام. اول ما بدوس سبميت هيروح جايب لي الرسالة دي ثانك يو بريفور بروسيس كومبليت. انا كده خلاص كملت الملف بتاعي.
في ناس مش هيتبعت لها رسالة على الإيميل، وفي ناس هيتبعت لها رسالة على الإيميل إن هي خلاص كده، مش مشكلة، المهم إن ظهرت لك الرسالة دي على الموقع، فأنت كده كملت بياناتك. ويا شباب أي استفسار أو أي حاجة اكتبوا في الكومنتات أو اسألوا، وإن شاء الله أرد عليكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.